بيحبك هيدور عليك. أيوة، وده بالظبط جوهر الاهتمام. الشخص يا جماعة المتمسك بوجودك في حياته مفيش حاجة هتمنعه انه ما يدورش عليك، يطمن عليك، يشوفك عامل ايه، يشوفك عملت خلصت شغلك ما خلصت شغلك، اكلت شربت. ايوه يا جماعة، الحاجات دي مش تفاهة، الحاجات دي في صميم الاهتمام والحب، ولا ظروف ولا انشغالات ولا اي حاجة هتوقفه انه يعمل كده. طيب في شوية علامات كده للاهتمام الحقيقي، لو شفتهم في شخص اتأكد ان هو بيحبك. زي ايه؟ بيخلق الأعذار عشان يتواصل معاك. اللي بيحبك هيدور على أي فرصة أو سبب يتلكك بيه إن هو يتكلم معاك. 2، هيتحدى المسافات والوقت. مفيش حاجة اسمها مشغول، مفيش حاجة مش قادر يرد عليك، أو مفيش حاجة اسمها مش قادر يبعتلك يطمن عليك. أي وقت هو هيحس إن هو عايز يتواصل معاك هيبعتلك فورا، إن شاء الله يكون في وسط ميتنج. المبادرة الدايمة، مش بيستناك انت تبعت او تسأل خالص، هو بيبادر بنفسه طول الوقت علشان هو حابب يطمن عليك وحابب يكون موجود في يومك وان انت تكون موجود في يوم. الغياب بيزعجه جدا، لما بتغيب عنه حبة بيبقى منزعج ومش عارف، في حاجة غلط في يومه، متضايق ومش متظبط، لازم يطمن عليك علشان موده يتعدل تاني. اللي بيحب هيحطك من أولوياته، وهيبقى دايما عايز يطمن عليك ويسأل عليك ويكلمك ويسمع صوتك، عايز يشوفك، عايز يقعد معاك ويقضي وقت حلو معاك، عايز يتكلم معاك ويعرفك ويعرف دماغك أكتر. مفيش أي أعذار لأي حد بيقول إن هو بيحب لكن ما بيهتمش. الاهتمام أساس الحب. ممكن حد يهتم من غير ما يحب؟ أبدا، مفيش كده. في حد ممكن يحب من غير ما يهتم؟ مفيش كده. الاتنين بيكملوا بعض. فانت لو لقيت حد بيقولك أنا بحبك لكن ما بيهتمش وبيعملش أي خطوة من الاهتمام ناحيتك، ده ما بيكونش بيحبك، ونقطة ومن أول السطر.